ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده حاجه جميله قوي بالتوست، جميله كده للفطار، حلوه قوي للاطفال، سهله وسريعه وبتلم اي حاجه عندك في التلاجة. يلا بقى اعملي لايك ومتابعه القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجب الفيديو شاركيه مع اي حد حاجه عشان الكل يستفيد. عايزه اقول لكم بجد طعمه وهمي، طعمه حلو قوي قوي قوي. يلا بينا نسمي بالله ونشوف عملنا ازاي. معايا كده لانشون من اللي انا كنت عملته وصورته معاكم، لو محدش شاف الفيديو يروح يشوفيه، بجد حلو قوي. نضيف كده وصحي وبيوفر معاكي كتير وطعم، وكان حلو قوي قوي. معايا كده كميه اللانشون اللي تفضليها واللي تحبيها، ومعايا كمان فلفل رومي، لو حابه تحطي فلفل حراق مفيش مشكله. وعندي كمان جبنه كده فيتا، اي نوع جبنه انت عايزاه، واحط كمان جبنه رومي، واحط كمان جبنه موتزاريلا. زي ما قلت لك الحشو ده بتاعك، ممكن تحطي فلفل، ممكن تحطي اسفه، ممكن تحطي بقدونس، ممكن تحطي طماطم، ممكن تحطي اي نوع من اللحوم او الفراخ. بجد هيديها طعم حلو قوي. زي ما قلت لك هو بيلم اي حاجه عندك في البيت. وزي ما انت شايفه كده الخليط قلبتهم كويس جدا. وبعد كده بقى معايا كده التوست، بس ان انا قطعت الحروف من الاربع جناب، واخد الحروف دي هسيبها دلوقتي، مش هرميها طبعا. هبدا ان انا اخدها تهويها واعملي بيه احلى بقسماط ممكن تتخيلي. نشفيها طبعا الاول. بعد كده مسكت بقى التوست، هبدا ان انا افرده كويس جدا لحد ما يبقى معايا بالشكل ده. ومعايا بقى في طبق كده تاني حطيت بيضه، وحطيت كمان ربع كوبايه من اللبن، وحطيت رشه من الملح ورشه فلفل اسمر. وهبدا ان انا اضربهم كويس جدا مع بعض لحد بس ما البيضه تدوب كويس وتختلط معاكي. زي ما انتم شايفين كده بدات ان انا اجيب التوست اللي انا مسكته فردته، حطيت بقى الحشو كده معاه، واحط بقى من خليط البيض واللبن كده زي كانها ماده صمغ كده، عشان ابدا ان انا اقفل التوست معايا من تحت. وهبدا بردك ان انا اخدها كده من الجنبين، هحط بردك من البيض واللبن كده واقفل. هي عايزه اقول لكم حاجه سهله قوي، يعني بتتقفل كده بسرعه وجميل قوي يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده هبدأ بقى ان اخدها، ولا ريحتها ولا شلتها في الفريزر، لا خالص. بتتعمل على طول، ما فكتش معايا خالص خالص. فانا بعد ما عملتها كده زي ما انتم شايفين، هبدأ ان انا بقى اخدها بعد ما هعمل كل طبعا الكميه. هبدأ بقى ان اخدها كده في البيض، وبعد ما اشربها كويس جدا من البيض، هروح بقى حطها في خليط فيجيتار او بقسماط او خليط فيجيتار كنتاكي. اي حاجه بقى انت تفضليها اللي انت تحطيها كفر من بره حطيها. هبدا ان انا اقفلها كويس جدا من بره بالفيجيتار. وبعد كده بقى هاخدها بعد ما عملت كل الكميه، هاخدها بقى على زيت سخن كده، ما يكونش الزيت كتير قوي. وهي بصوا ما بتاخدش يا جماعه وقت خالص، هي اصلا كل حاجه من جوه مستويه، ويا دوبك بس اللي هي تاخد لون من بره، وبرضك الجبنه هتسيح معايا. فاي برضك انت حشو انت هتحطيها اهم حاجه تكون معاكي مستويه، لان هي ما بياخدش خالص وقت في الزيت. زي ما انتم شايفين كده بيطلع معاكي بالشكل الجميل ده. بجد يا جماعه طعمه وهمي، طعمه حلو قوي قوي قوي. ممكن اي حد يتفرج على الفيديو يقول لي ايه ده عادي، ممكن يبقى طعمه عادي. لا خالص، مش طعمه عادي، طعمه حلو قوي قوي وكريسبي كده من بره، وكان جميل قوي. والجبنه زي ما انتم شايفين كده سايحه، وكان طعمه بجد تحفه. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، ويا رب الفيديو يعجبكم، واي حد يعمله ان شاء الله يجربه وهيعجبه جدا، انا واثقه من كده. زي ما انتم شايفين كده بجد شكله حلو قوي، وزي ما قلت لك اي حشوه تنفع فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.